مرية عجوز ماتت، اخذوها للقبور. حج صالح الدفان اجا ونزل المرية للقبور. من نزل المرية على فطرتها، لا اقرأ ولا كتاب، مرة عجوز، نزل المرية للقبر انغمى عليه. قول نزلوا وطلعوا دفنوا المرأة، رشوا عليه ماء، ضربوه يمين شمال، قاعد قالهم خلونا ارتاح. يوم يومين قال جيبوا لي هاي المرية ابنها اكو عندها اهل؟ قال نعم. قالوا له ابنها موجود. قال جيبوا لي ابنها. حجش عندك؟ قال جيبوا لي ابنها. شوف الحسين يقول جابوا الولد الحج صالح، وقف قبال الحجي قال له ابويا وامك ايش كانت تسوي؟ امك عالمة؟ قال له لا. ولا عندها درجة من العلم؟ قال له كل شيء ماكو، لا تقرأ ولا تكتب، صلاتها الواجبة فقط، صلاة ليل قرآن كل شيء ماكو، مرة على فطرتها كل شيء ما عندها. قال له ما معقولة، شنو من عمل امك كانت تعمله؟ عندها علاقة بالحسين؟ قال له هنا نوقف. قال له نعم عندها علاقة بالحسين. قال له شلون؟ قال له احنا ناس فقرة وعندنا وصلت قاع صغيرة بالبيت، من هذه وصلت القاع نزرعها الله مبارك فيها، هذه وصلت القاع احنا ناكل منها، نزرعها هالمخضر ونبيع بيها وناكل منها. احنا ناس فقرة، الاسبوع كله ناكل منها، يوم الخميس على ليلة الجمعة ام تبيتنا بلا اكل، نقولها يما ليش؟ تقول يما هذا يوم الخميس على ليلة الجمعة خاص للحسين، انا هذا المخضر اخذه ابيعه وانفقه في سبيل الحسين. اسمع يلي تنفق اموالك للحسين، اسمع الحسين ايش قد عظيم. انا هذا يوم الخميس هاديته للحسين، هذا المخضر انتم ما تاكلون منه يوم الخميس، الايام كلها لكم، بس يوم الخميس هذا للحسين سلام الله عليه. قال له عمي هنيالها امك. قال له حج الشفت؟ قال له انا اول ما نزلتها للقبر انفتح لي شفت جنة واجاني نور. قال له حج صالح عوف هاي المرية انا متكفل دفنها اليوم ليمي هاي، انا انغمى عليه. ياهو هذا ابو علي اجا علي من خضر بسيط يوم الخميس، يوم عدها بالاسبوع على فطرتها تنطل الحسين. ارجوك بعد يبقى عندك امل او يأس من الله؟ هذا الحسين العظيم، هذا اللي يقول عنه الامام الصادق من زار الحسين ليلة الجمعة عارفا بحق خرج من ذنوبه كيوم ولدته ما عليه ذنب. هذا الحسين. يجيك واحد يقول لك الله ما يرحمني، لا يرحمني غصبا على اللي يرضى والما يرضى. كرامة للحسين مو الخاطر، للحسين. هو قال ارحمكم الخاطر ابو علي، هو الله اللي قال ما تشوفون الجنة لا غصبا عليك وعلى الخلفوك ندخل الجنة ببركة الحسين، مو احنا ما نستاهل، لكن كرامة للحسين ببركة ابو علي. اي والله ما تروح، والله ما تروح. نفس هذه قبل يومين لا 3 أيام صار عندنا واحد من الشياب الاولين على فطرتهم. ايش اقول لك الفطرة سليمة؟ هذا قبل لا يموت بساعة ابن اليوم يسولف لي يقول قبل لا يموت بساعة بالرؤية كأنما أنا بالنجف وشفت يحفرون بقبر، فشفت يقول قبر حبوبتي وهذا واقف وناس تطبخ ولابسه هذا الحزام مكتوب عليه يا حسين وزعون بثواب الإمام سلام الله عليه. اسألتهم قلت لهم هذا احنا حاجزيها وهذا قبر حبوبتي إلمن تحفرون يمها ما يصير. يقول هذا قال لي هذه المرة اكو بعد ساعة يجي واحد يدفنونه يمها، وهذا اللي راح يدفنونه مو غريب ابنها راح يندفن يمها، وهذا حضرنا لهم احنا. يا ابا عبد الله ايش قد عظيم. شنو انت يا حسين؟ شنو انت يا ابو علي؟ بس اريد واحد يفهمنا شنو الحسين، والله ما فاهمين الحسين. شنو الحسين؟ يجي واحد يقول لي هاي معرفتي بالحسين. انا يوم من الايام قلت شنو الحسين؟ اعترض واحد علي قال شو تقول ما نعرف الحسين؟ قلت له ايش تعرف عن الحسين؟ قال الحسين ابو رسول الله وام فاطمه. قلت له هذا مو هاي المعرفه اللي اقصدها. شنو عظمه الحسين؟ شنو كرامه الحسين؟ شنو مقام الحسين؟ يقول جابوا شباك من ذهب. قلت له شنو هاي؟ قال هذا اللي راح يجيبوه ابو الولد، هذا اللي راح يجيبوه سبحان الله يقول ساعة ضبط توفى ابوي، هذا اللي راح يجيبوه الحسين وصانا به على اليمن. قال هذا كان يبكي على الحسين
بعد وكان عنده عمل بس الحسين، بينه وبين الحسين ما حد يدري بيه، ومات واندفن وياه. فإحنا وصانا به الحسين، جهزنا حاله، وراح بعد ساعة يجيبونه ونخلي هذا الصندوق من ذهب على قبره. ياهو حسين. يا أبا عبد الله، يا أبو علي، غمرايا اللي يروح بعيد عنك. أي والله، غمرايا اللي ما يضحي لك، غمرايا اللي ما يقضي كل عمره بخدمتك. شنو الدنيا بلياك؟ شنو لذة الحياة بدونك سيدي أبا عبد الله؟ شنو لذتها؟ أنا الليلة ختام المجلس إن شاء الله أخواني، يوم استشهاد الإمام السجاد يوم 25 ويوم 26 دكتور علي السماوي هنا يكون بخدمتكم إن شاء الله. يوم استشهاد الإمام السجاد ثاني يوم، يعني الليلة 26 الليلة 27 دكتور علي السماوي. الليلة أنا أريد أروح مع زينب سلام الله عليها. إذا عندك بعد ذنب يلا، إذا عندك شوية تقصير أطرق باب الحسين، قل له إلهي مشي عليك الحسين، إلهي هذا الحسين العظيم والله أستغرب. الهندسة الصوتية والتوزيع الإعلامي سجاد البغدادي.